عزيزي طالب الثانوية العامة، أنا متأكد إن أنت اليومين دول أنت وأهلك في حيرة شديدة وعايزين تجاوبوا على سؤال مهم، أنت هتدخل كلية إيه؟ وانا متاكد برضو ان انتوا جواكوا صراع رهيب ما بين اختيارين، ما بين ان انتوا تحققوا الحلم اللي انتوا عايزينه سواء في حكومي او خاص، انك تحصل على لقب معين طبيب او مهندس او دكتور او اي لقب انت بتحلم بيه، وما بين ان يبقى عندكم نظرة للواقع، ايه الشغلانة او الحاجة اللي هتوصلني الشغلانة احصل بيها على قوت عيشي. وانا هكون صريح مع حضرتك، صريح جدا في اللي انا اقوله لك دلوقتي. يا ابني بص لحياتك نظرة واقعية، اوعى تجري على لقب تدفع فيه اموال طائله في مقابل انك تحصل على لقب تباهى بيه في وسط الناس. ودايما لازم يكون عندك نظره حقيقيه للواقع اللي موجود قدامك، الواقع الملموس، وتجاوب على سؤال مهم: ايه الشغلانه اللي المفروض تشتغلها دلوقتي او بعد ما تخلص تبقى سبب انها تديك مصدر دخل جيد تقدر تحقق بيه الحاجه اللي انت عايزها، وتديك كمان مصدر معنوي تبقى بتشتغلها وانت بتحبها. ومن دلوقتي تختار الكليه بناء عليها، اوعى تفصل نفسك على الواقع وتجري ورا سراب وسنوات طويله دراسه وفي الاخر الواقع صعب ومش هتقدر تعمل الحاجه اللي انت عايزها. لا، انا بكلمك بصراحه، دور دلوقتي، فتش دلوقتي ايه الشغلانه اللي ممكن تشتغلها تدخلك فلوس، وايه الكليه اللي توصلك لحاجه زي كده. وصدقني لو دورت هتلاقي حاجات كتيره قوي، وحاجات كمان جميله وشغلها ممتع، وهتلاقي فلوسها كويسه عشان تيجي بعد كام سنه تبقى سعيد انك بدات طريق من دلوقتي وانت مؤمن بيه انه هيوصلك لشغلانه تديك مصدر دخل. على سبيل المثال في ناس النهارده هدفها انها تخش اداب لغات وتختار اسباني او الماني، وهو عارف ان مترجم الالماني النهارده راتبه بيكسر ال20 وال30 وممكن يبقى في فرصه انه يسافر بره. تحت اي بند وتحت اي ظرف انت اللي تقدر فتش على الواقع الحقيقي، ما تجريش ولا لقب تدفع فيه اموال طائله عشان تحصل عليه وفي الاخر مش هتقدر توصل له. ومش معنى كده مش بقول لك انك مش هتبقى مهندس شاطر ولا طبيب شاطر، لا يا حبيبي، لو عندك حد في عيلتك يساعدك وهيدعمك ان الشغلانه دي تديك مصدر دخل انا ما عنديش مشكله، بس صدقني لازم تحسبها دلوقتي. هتشتغل ايه بعد ما تخلص، وايه اللي هيجيب لك فلوس، ايه اللي هيخليك تلبس حلو وتاكل حلو وتشرب حلو وتبقى نايم بالليل وانت راضي. ودي الحقيقه اللي لازم تحسبها بالارقام. جميل ان انا ابقى بحب شغلانه معينه، لكن اجمل ان الشغلانه دي تبقى مصدر دخل ليا. صدقني والله العظيم ده الواقع اللي انت لازم تقبله، ما تجريش ورا السراب ولا تتعب اهلك معاك. وانتوا يا اهلي اللي بتسمعوني اوعوا تضيعوا مستقبل ابنكم عشان تمشي تقول اصل انا ابني كذا واصل انا ابني كذا. اصل انا ابني كذا دي مش هتاكله حاجه ولا هتشربه حاجه. عشان كده دوروا اللي يناسبه، اللي يناسب طاقته واللي يناسب مجهوده واللي يناسب حياتكم واللي يناسب ظروفكم الماليه، عشان في اقرب وقت يبقى حاصل على شغلانه تدخل دخل يقدر يدعمكم ويدعم نفسه ويبقى فخور ان ما تعبش نفسه ودخل في طريق كانت في نهايته جبر. صراحه يمكن تزعل بعض الناس، ولكن والله دي الحقيقه اللي محدش هيقولها لك.